السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى أن تكونوا بخير. نحن رجعنا تاني لتعليم اللغة العامية المصرية، يعني من لغة فصحى نحن ننتقل إلى اللغة العامية. هيا نبدأ. هنا نحن انتهينا الفيديو المرة اللي فات، يعني انتهينا الفيديو فيديو الماضي، خلصنا من هنا، يعني انتهينا من هنا. نحن سنبدأ من هنا. متى ستغادر؟ متى ستغادر؟ متى ستغادر؟ للغة العامية نتكلم هتمشي امتى؟ هتمشي امتى؟ متى ستغادر؟ هتمشي امتى؟ ده لغة عامية مصرية. متى يعني امتى. متى نحن نستخدم امتى. وهنا ستغادر سين يعني في اللغة الفصحى، وباللغة العامية يستخدمون ها. سين يعني ها، تغادر يعني تمشي، هكذا. متى ستغادر؟ وهنا لغة مصرية هتمشي امتى. هتمشي امتى. هتمشي امتى. بعدين متى ستعود إلى البيت؟ متى ستعود إلى البيت. متى ستعود إلى البيت. هنا لغة عامية هترجع البيت امتى. هترجع البيت امتى. لو نحن نستخدمون جيم يعني غين نتكلم هترجع البيت امتى. هترجع البيت امتى، يعني ستعود إلى البيت امتى. متى ستعود إلى البيت. لغة عامية مصرية هترجع البيت امتى أو هترجع البيت امتى، هكذا. وهنا امتى يعني متى، وهنا ها يعني سين سا. متى ستعود إلى البيت وهترجع البيت امتى أو هترجع البيت امتى. وهنا لغة إنجليزية. بعدين هل أنت بخير؟ هل أنت بخير. هل أنت بخير يعني مصريين نتكلمون أنت كويس. أنت كويس. أنا بخير. أنا تمام أو أنا كويس. أنا تمام أو أنا كويس. بعدين لست بخير. لست بخير يعني أنا لست بخير نتكلم، يعني هم يتكلمون مش كويس، أو أنا مش كويس، أو أنا مش حلو. أنا مش حلو يعني أنا لست بخير. ونحن نعرف يعني في اللغة الفصحى لست فيها مقتدر، يعني أنا ضمير أنا موجود في تا. لست يعني أنا بخير، هكذا. لست يعني أنا لا، يعني أنا مش بخير، أنا لست بخير، هكذا. طيب أنا لست بخير يعني لا لابد، يعني مش لازم، يعني لا يلزم نحن نتكلم في اللغة الفصحى أنا كده، يعني لست بخير يعني اسمه يتجه إلى أنا. طيب هنا أنا مش كويس، أو تقدر تتكلم يعني تستطيع أن تتكلم أنا مش كويس أو مش كويس. لو تتكلم أنا مش كويس ده حلو، أنا مش كويس أو أنا مش حلو. حلوون دي للرجل. لو أي حد البنت تتكلم أنا كويس، أنا كويسة، هنا تا يعني تا مربوطة، أنا كويسة ده للبنت، وهنا أنا حلوة للبنت. يعني أي البنت لو ترد على أي الناس تتكلم أنا مش كويسة يعني أنا لست بخير. وهنا لو أنا مش كويسة أو أنا مش حلوة للبنات، وللرجل أنا مش كويس أو أنا مش حلو. بعدين يمكنك الذهاب الآن. يمكنك الذهاب الآن. يمكنك الذهاب الآن. يمكنك الذهاب الآن نتكلم ممكن تمشي دلوقتي. ممكن تمشي دلوقتي. نحن تكلمنا قاف يعني همزة أو قاف يعني غين. طيب لو نستخدم قاف يعني همزة نتكلم ممكن تمشي دلوقتي. لو نتكلم بالغين نتكلم ممكن تمشي دلوقتي، هكذا. بعدين هل أنت مجنون. هل أنت مجنون. هل أنت مجنون يعني نحن نتكلم لغة عامية أنت عبيط. أنت عبيط. أنت عبيط. هل أنت مجنون.
لكن أكيد هذا الكلام يعني ده الكلمة أو ده الجمل، دي الجملة يعني دي الجملة لا تتكلم لأي شخص. هل أنت مجنون؟ أكيد يعني لو أنت تتكلم مع الأصحاب، تتكلم مع الأصحاب أو أصغر منك. طيب هل أنت مجنون يعني أنت عبيط، أو أنت يعني اسمه دي أهبل، هكذا هم يستخدمون أنت عبيط أو أنت يعني أهبل، هكذا كده يعني. بعدين هل أنت غضبان؟ هل أنت غضبان؟ هل أنت غضبان؟ نحن نتكلم يعني هم يستخدمون أنت زعلان. هل أنت غضبان يعني أنت زعلان، أنت زعلان. من أنت؟ من أنت؟ نحن نستخدم في اللغة العامية أنت مين، أو من أنت، أنت مين، أنت مين. من أنت فصحى عامية أنت مين أو من أنت. هل ضللت الطريق؟ هل ضللت الطريق؟ هل ضللت أو هل ضيعت أو هل فقدت يعني هل فقدت الطريق يعني أنت ضيعت مكان، أنت ضيعت المكان. هل ضللت الطريق يعني lost، ضللت يعني lost ضيعت. أنت ضيعت المكان، أنت ضيعت المكان. أو نحن نستخدم أنت نسيت المكان، أنت نسيت المكان. لو يعني مثلا أنت تريد أن تمشي، تريد أن تذهب إلى أي مكان، مثلا أنت لا تعرف أو أنت عرفت من أي أصحاب تروح يعني مثلا أنت تروح إلى المنيب، لكن عندما رحت إلى رمسيس، يعني رمسيس دي موقف كبير من الحفلة، يعني حفلة يعني من السيارة. عندما رحت هناك أنت نسيت أن تتكلم يعني أنا أريد أن أذهب إلى المنيب، أركب من أين أركب، هكذا. أنت نسيت الاسم، نسيت المكان أو نسيت هكذا، أو نسيت الشارع، شارع يعني طريق هكذا. لو حد يسألك هل ضللت الطريق أو هل أنت نسيت هل أنت نسيت الطريق، هكذا الأشياء نحن نستخدم هل ضللت الطريق باللغة الفصحى والعامية. أنت ضيعت المكان أو أنت نسيت المكان، هكذا. بعدين لا أنا جديد هنا، لا أنا جديد هنا، لا أنا جديد هنا، وهنا لا أنا جديد هنا، لا أنا جديد هنا. نحن نستخدم جيم يعني جيم أو جيم يعني غين، هكذا. نحن نستخدم جيم يعني نوعان، جيم أو غين. طيب أنا جديد هنا أو أنا جديد هنا. بعدين ماذا فقط؟ ماذا فقط يعني ضيعت إيه؟ ماذا فقط؟ ماذا فقدت ضيعت إيه؟ بعدين فقدت يعني فقدت هاتفي، فقدت هاتفي يعني ضيعت موبايلي، ضيعت موبايلي أو ضيعت تليفوني، هكذا. بعدين هل تستطيع القدوم؟ هل تستطيع القدوم؟ هل تستطيع القدوم يعني تقدر تجي، دي بالغين. قف لو نتكلم بالغين نتكلم تقدر تجي، هكذا. تقدر تجي. أو نحن لو نتكلم جيم يعني جيم نتكلم تقدر تجي. وقف لو نتكلم بالآ همزة. وجيم لو نستخدم غين نتكلم تقدر تجي، هكذا. تقدر تجي أو تقدر تجي، هكذا. بعدين لا أظن أني أستطيع المجيء. لا أظن أني أستطيع الأجي. أستطيع الأجي يعني مثلا أستطيع أن أجي أو أستطيع أن آتي. لا أظن أنا أستطيع أن آتي، هكذا. نتكلم اللغة عامية. معرفش إني هادر أجي، معرفش إني هادر أجي، معرفش إني هادر أجي يعني معرفش يعني لا أعرف،
ما أعرفش لا أعرف، أو لا أظن، يعني بعض الناس يستخدمون لا أظن يعني ما أعرفش، ما أعرفش يعني أنا لا أعرف، هكذا. لا أعرف أني أستطيع أن آتي إليك، هكذا. لا أعرف أني أستطيع أن آتي إليك، هكذا. دي الكلمة، يعني دي الكلمة نحن نستخدم في اللغة العامية. ما أعرفش إني قادر أجي، أو ما أعرفش إني هادر أجي، أو هادر أجي. قاف لو نستخدم همزة نتكلم هادر، هادر، قادر، قادر يعني على طول، لكن هادر يعني بعد شوي جاي، هكذا. ما أعرفش أني هادر أجي، هكذا. وجيم يعني غين، قاف يعني همزة أو قاف يعني غين، جيم يعني جيم أو جيم يعني غين، يستخدمون كده مصريون. بعدين أنا أثق بك، أنا أثق بك، أنا أثق بك، يعني ثقة، ثقة يعني trust، ثقة، أنا أثق بك. وهنا لغة عامية، أنا واثق فيك، أنا واثق فيك، أنا واثق فيك، هكذا. هل أنت تدخن؟ هل أنت تدخن؟ تدخن يعني دخان، دخان يعني مثلا سيجارة، يعني حد يشرب سيجارة، هكذا. هل أنت تدخن؟ يعني لغة عامية، أنت بتدخن، أنت بتدخن، أنت بتدخن يعني اسمك. طيب يا إخواني، نحن انتهينا الفيديو اليوم. إن شاء الله سنرجع تاني إلى فيديو تاني الجديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.